السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصريحات مهمة من مدرب منتخب نيجيريا للسيدات قبل مقابلة لبؤات الأطلس منتخب سيدات المغرب في نهائي كأس أفريقيا للسيدات المغرب 2025. تعرفين منتخبنا المغربي وصلوا بكل جدارة إلى المباراة النهائية، وإن شاء الله تكون أول بطولة يعني يحصل عليها منتخب سيدات المغرب في المغرب. طبعا المدرب اتكلم الأول وأشاد بالتنظيم واشاد بالملاعب واشاد بالجمهور المغربي اللي هو محب لكرة القدم سواء للسيدات او للرجال، او صراحة بشيد جدا بالتنظيم وايضا بالجمهور المغربي. وايضا قال لك احنا داخلين على مباراة صعبة جدا امام منتخب منظم جدا، امام منتخب ايضا من اقوى منتخبات القارة، حتى لو هو لم يحصل على هذه البطولة لكن من اول مباراة لغاية الان من المنتخبات القوية ولم ينهزم في اي مباراة، ومن المنتخبات اللي لازم نحاذر امامها امام منتخب منتخب المغرب. واتكلم طبعا كلام محترم جدا على المدرب وايضا على المنتخب سيدات المغرب، وايضا احنا قال لك طبعا عليه اللي احنا عندنا اللي احنا نفوز وهنفوز بالمباراه وهنفوز على منتخب المغرب، احنا الاقوى والكلام من دوت طبعا. لكن ان شاء الله منتخب سيدات المغرب يقدروا يعملوها بكل جداره وبكل قوه زي ما عملوها طبعا في نصف نهائي، وطبعا قدروا يتفوقوا بركلات الترجيح. ان شاء الله يقدروا يعملوها ويتفوقوا على نفسهم ويقدروا يعني يسعدوا الجمهور المغربي الحبيب والجمهور العربي اللي هو طبعا يعني كان متواجد 3 منتخبات عربيه، المغرب وتونس والجزائر، خرج الجزائر وخرج منتخب تونسي، والفاضل الان هو المنتخب العربي الوحيد منتخب المغرب. ان شاء الله كل التوفيق ويكون هو حامل اللقب 2025 منتخب كأس افريقيا للسيدات. شكرا لحضراتكم، دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.